ما مر عام والعراق ليس فيه دم. شنقوا وسحلوا ومثل بأجسادهم وعلقوا على المشانق، لكن حبل الذاكرة متين لا ينقطع ما دام في الدنيا قمر، ما دام في العين بصر. أريد العراقيين يعرفوا ايش قد عذبوا أخويا ولويش. لا عدوهم 14 سنة من شبابه اشتغل للعراق بإنصاف ومحبة وفخر، ولا كان عدوهم ولا كان ظالم. ليش نحن أولاد الرسول سووا بيهم هيجي؟ ولويش فيصل عريس ولد عمره 23 سنة يروح حجم دم طلقة يسوى مثل الحسين سويتوا بينا، مثل جدي الحسين سويتوا بينا بالضبط. ليش؟ أريد أسأل لويش يا عراقيين، هل نستاهل إنه نصير بينا هيجي؟ إنه أهلي يروحوا بهالشكل وما أعرف قبر أمي وأختي وين، وأخويا وين تفنوا الوصلات اللي بقت منا؟ هل نستاهل؟ لا بقنا ولا سوينا ولا قتلنا ولا ما أعرف شو أقول بعد. هل نستاهل أن نتحمل هالشي؟ هل يستاهل أخويا كل هذا؟ سوالكم خطرة الله، سوالكم. رجل بريء لا مثل ما يقولوا سكران بالتلفزيون يطلعوا، والله العظيم ما شفته يوم سكران، تعب عيوني إذا شفته سكران. هذا اللي أريد أقوله بعد. شو أقول للعراقي؟ أغفر الذنوب ما أقدر أغفر، الله يغفرهم.